واخوي فواز عتيبي، يا مرحبا. شلونك يا معدي؟ خير، جايك بخير. الله يجعلك في الجنه يا رب. وياك. فواز، بالبدايه تسمح لي اصور وانشر القصه هذه في السوشيال ميديا؟ سمع ابد عادي. الله يجعلك في الجنه ويكتب اجرك يا رب. وياك. يا جماعه الخير، فواز ضرب مثال من اعظم امثله البر اللي سمعتها في كل حياتي. فواز، انت جالس مع ابوك الله يحفظه يمتعه بالصحه والعافيه. آمين. كم لك سنه جالس على هذا السرير ما طلعت؟ والله لي 8 سنين. 8 سنوات ما طلعت من المستشفى ما ابدا؟ طلعت ابد ابدا ابد من لا، السرير ابوي. لا عيد فطر لا عيد اضحى؟ لو اذا طلعت قليل يومين 3 ايام ارجع ما شاء الله. بس ما اقدر اخليه ابدا. ابد. 8 سنوات بهذا السرير. 8 سنين وانا معه. ما شاء الله. يا جماعه الخير، يسولف لي قبل شوي يقول ما لي حياه برا المستشفى. ابد اني مع ابوي. الله يحفظ لك. طيب فواز، انت قبل شوي قلت لي كلام والله اثر مشاعري، تقول لي الوالد الله يحفظه كيف كانت علاقته مع جده؟ اساسا كان ابوي مرافق مع جدي. ويوم كم انا سنة؟ تقريبا 6 كذا. ما شاء الله. قبل شوي يسولف لي يا جماعه الخير، انا المعلومات اللي عندي هذه لانه قبل شوي يسولف انا فواز. الله يرحمه. وبعدين رافق مع عمي اللي هو اخوه الكبير. ما شاء الله ما شاء الله. وانا الحين عاني مرافق مع ابوي. ما شاء الله. يا جماعه الخير، تشوف اللي يقول لك ناظر تصرفاتك مع ابوك بيسويها ابنك معك. ابو فواز الله يمتعه بالصحه والعافيه رب العالمين، له رعايه طويله الان بالمستشفى، له 8 سنوات بالمستشفى. ابو فواز يا جماعه الخير والله كل يوم لما ندخل نلقاه على هذا السرير. العجيب فواز يقول لي ان ابوه الله يحفظه كان مع جده الله يغفر ويرحمه كذا، حتى مع الوالده كيف كانت علاقته؟ تسولف لي قبل شوي كيف كانت علاقته مع الوالده؟ ابد يخدمه وكل شيء يسوي له. ما شاء الله. ابد بار بوالدينا. هذا اللي يقول بر بوالديك يبرونك ابنائك. ابد. الله يجعل هذا العمل سبب في دخولك جنة الفردوس العليا يا فواز. آمين. الله يكتب اجرك والله ما تضيع، انت تلقاها عند رب العالمين. ابد نلقاها ابد. الله كل شيء يجعلك تسويه في تلقاه بكره عند ربك. تسمح لي المرة الثانية انشر هذه القصة في السوشيال ميديا تريع لي؟ عادي. الله يجعلك في الجنة اخوي وياك. فواز، الله يكتب اجرك، الله يكتب اجرك. آمين. يا جماعة الخير، دعواتكم لفواز لانه يستاهل، دعواتكم لابونا الله يشافيه الله يرحمه. 8 سنوات في المستشفى ما طلع يا جماعة الخير، الله يكتب اجره. امين وياك كل مسلم ان شاء الله.